موكينج بيرد. الهدف منها كان صناعة وجوه إعلامية ولها مضمون بغض النظر عن كفاءتها، وده تم عن طريق ضخ ملايين الدولارات دفعت للصحف والمجلات والقنوات لتلميع أسماء مفيش سبب حقيقي يخليها في الصدارة غير إنهم عايزينك تشوفهم طول الوقت. اعتمدوا على تكرار العناوين البراقة والاستعراض المبالغ فيه لحد ما الأسماء دي اتحفرت في وعي الجمهور، والسبب عشان يقدروا يحقنوا الرسائل اللي هم عايزينها جوه الخطاب العام من غير ما تحس إنك بتسمع دعاية أو بروباجندا. لأن الرسالة لما تيجي من شخص مشهور وبتحبه بدل ما تيجي من جهة رسمية مقاومتك ليها بتقل وتبدأ تصدقها حتى لو ضد مصلحتك. لكن اللعبة ما كانتش حكر على CIA. على الناحية التانية من الكوكب كان في نسخة أكتر بكتير، عملية بيقودها الKGB الروسي اسمها Active Measures، وكانت عملية مشابهة ولكن بتكنيك أعمق شوية. مش بس بيصنع نقرات لكن بيخليهم أصوات شعبية بتتكلم باسم الجمهور، ناس بخطاب بسيط سطحي لكن مثير بيظهروا في برامج حوارية مسلسلات وإعلانات، والسبب علشان يسرقوا انتباه الناس